في يوم من الايام كان مطلب من مطالب الشعب المصري هي ان حسام حسن يمسك المنتخب. الحمد لله كابتن حسام حسن مسك المنتخب وصنع تاريخ يحسد عليه. طول عمرنا بنسمع ان المركز الرابع ده يبقى في جامعه ثانويه عامه، في في ابتدائي، يقول لك يا عم مش مشكله المركز الرابع من المركز الثاني ما فرقتش كتير، كلها مراكز انت لسه قريب، انت من العشره الاوائل، فالدنيا تمام حلوه معاك. انما المركز الرابع في بطوله دي جديد. الحمد لله كابتن حسام حسن حقق معانا المركز الرابع في بطوله افريقيا بعد ما كنا بنوصل للنهايه ونزعل. لا، جبنا كابتن حسام حسن مطلب من مطالب الشعب ان هو يمسك منتخب مصر ويحقق المركز الرابع. ده الكابتن حسام حسن. ده مش بس كده، كابتن حسام حسن كنت تبص لوشه وتبص للقرعه بتاعته يقول لك انا عايز العب ضربات جزاء. يا كابتن حسام الماتش 90 دقيقه ولسه عندك 30 دقيقه وقت اضافي، لك لا العب ضربات جزاء. هو فقيه زمانه بقى في ضربات الجزاء، هو انصح اخواته لما يلعب ضربات جزاء. والحمد لله يوم ما لعبنا ضربات جزاء ما ضيعناش غير الاثنين محترفين اللي هو طلع بيهم السما في المؤتمر الصحفي، قال لك انا عندي اثنين محترفين وربع ده كانوا مش موجود، اثنين محترفين هم دول اللي ضيعونا. يعني الله اكبر، منتخب تسرحه وتخليه يبطل كوره وانت ضميرك مستريح. شاكرين يا كابتن حسام حسن، شاكرين على ثقة حضرتك الغاليه وعلى دعمك للعيبه. حصدت المركز الرابع عن جداره، والله اكبر. انا كنت هتموت وتوصل وتلعب ضربات جزاء، والحمد لله لعبنا ضربات الجزاء والحمد لله فشلنا. الله اكبر عليك يعني. والف الف شكر الاثنين محترفين اللي حضرتك قلت عليهم هم اللي ضيعونا في ضربات الجزاء. شاكرين يا كابتن حسام حسن. حسبي الله ونعم الوكيل.